اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا ريت لو اول مره تشوفي القناه تنزلي تشتركي من الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو، تفعلي زر الجرس وتختاري كل عشان كل ما انزل فيديو ان شاء الله تتفرجي عليه. رجعت لكم فيديو جديد وروتين جديد وسلسله بقى من سلسلات التنظيفات بتاعتنا قبل الشتاء والمدارس وكده. هو اوريدي كده اصلا كده يعني الجو سقع حسينا كده الشتاء جاي علينا بدري قوي. هنا كده حبيب قلبي كان معايا دورة غسيل لميتها من على الحبل وحطيت دورة تانية في الغسالة. دي الحاجة الوحيدة اللي ما بتخلصش، يعني كل يوم هنحط الغسيل ونغسل وننشر ونلم ونطبق، هو ده الحاجات اللي ما بتخلصش عندنا. واكترية الوقت لما بيكون عندك كمان اطفال، على طول على طول بتغسلي، وانا على طول لازم اغسل على طول، يعني زي ما انتوا عارفين الاطفال بتبقع الهدوم بسرعة والهدوم بتاعتها بتتوسخ بسرعة، فما بحبش اركنهم بصراحة. يعني بحيث ان انتي ما تستخدميش منظفات كتير للغسيل وكده، عشان خاطر برضو ما تضرش بشرة الاطفال او حاجة. فانا بحب اغسل على طول على طول، يعني بحيث ان انتي الهدوم تتوسخ تتغسل على طول، الهدوم ما تبقعش برضو، والبقع ما تمسكش في الهدوم قوي، وبتبقى سهل عليكي ان انتي تنضفيها. وهنا كده حبيب قلبي بشيل بقى، هشيل الفرش بتاع السرير واحطه كمان دورة في الغسالة. هنا كده هنعمل تنظيفه خفيفه، يعني مش عميقه قوي. التنظيفه العميقه هنعملها في الاوضه ان شاء الله لما نيجي نفرش الاوضه، الفرش اللي هو الشتوي. احنا هنشيل الستاير ونغسلها، هنغير الفرش وهنفرش فرش جديد وخلاص. على كده مش هنعمل حاجه اكتر من كده يعني في الاوضه. هنمسح الحاجات بقى اللي احنا بنعملها كل 3 ايام دي، كل يومين في الاسبوع، الحاجات الخفيفه دي. ان شاء الله لما نيجي نفرش الاوضه مع بعض، او فرش الشتا كله عامه في البيت كله، ان شاء الله هنشيل بقى هنصبن الحيطان وهنزعف برضو السقف، هنشيل تحت السراير، هنعمل الحاجات دي كلها. هنغسل برضو السجاد المشيه دي هتبقى خفيفه عليا، ان انا يعني ان انا اغسلها في الحمام، مش هكب ميه واغسلها زي السجاد بتاع زي السجاده اللي غسلتها معاكم قبل كده. بتبقى دي سهل عليا ان انا اغسلها يعني في الحمام وكده، فهغسلها هاخدها بعد كده واغسلها لما تنشف، عشان نفرش بقى نكون من احنا فرشين الاوضه من كل حاجه نظيفه، الستاير نظيفه، السجاد نظيف، كل حاجه هتبقى نظيفه في الاوضه ان شاء الله. زي ما قلت لكم كده، انا برضو مش هنضف التنظيفه العميقه الجامد، يعني انا هجيب من جنب السراير كده الاماكن اللي جنب السرير، هنضف من الجنب هنا. اما ان شاء الله في التنظيفه العميقه ان شاء الله هنشيل بقى السرير من تحت السرير كله، هنطلع الهدوم الشتوي عشان يدوب قوي كده، الجو بدأ يسقع زي ما قلت لكم. وهننضف وهنمسح وهنحط بقى، نحاول يعني نلم الهدوم الصيفي اللي مش هنستخدمها قوي الفترة دي، ونحطهم ونظبط الدواليب مع بعض، ونفرش بقى السجاد ونفرش الفرش الجديد بتاع الشتاء والستاير بتاعتنا. هنعمل كل حاجة، التنظيفات العميقة بقى جامد يعني، ان شاء الله هنعملها مع بعض. هنا كده بشيل السرير، هنضف برضو من جنب السرير دوت، عشان برضو كنا نضفت في الاماكن اللي هي دي الاماكن اللي انا بحس ان هي عايزه تنظيف يعني على طول، عشان خاطر الولاد برضو زي ما قلت لكم اي حاجه في ايديهم بيرموها، يعني مش في دماغهم خالص. فانا بجيب الحاجات دي جنب الحيط، جنب الحيط اللي هو جنب السراير اللي الناحيه التانية كده، وبكنسها وبنضفها كده. وجبت الشرشوبه، الميه يا حبيب قلبي اللي انا بمسح بيها، بمسح بميه فيها كلوريكس الوان، ما بحطش اكتر من كده. ان حطيت يعني ممكن ما احطش، احط ديتول عشان بس اعقم، اما ما ينفعش ما بحطش الاتنين مع بعض، انا حاجه واحده بحطها في الميه يعني، لا ديتول لا كلوريكس الوان اللي بيبقى موجوده عندي. هنفرش كده يا حبيب قلبي، هطلع بقى الفرش اللي هنفرشه الجديد، وهنفرش السراير مع بعض. انا فرشت لهم دفايات عشان بصراحه زي ما قلت لكم حبايبي الجو بدأ يسقع في كده، ففرشت لهم دفايات. انا كنت فرشه ملايه، لو كنتوا خدتوا بالكم وانا بشيل الفرش كنت فرشه ملايه، بس قلت هفرش دفايه دلوقتي تدفيهم وكده. او هنبقى نطلع بقى اللحفه بقى الشتوي والحاجات دي، هم دلوقتي بيتغطوا ببطاطين اللي هي يعني خريفي كده، هي ما بتدفيش قوي، وبرده في نفس الوقت يعني مش بيبقوا سقعانين جدا يعني، لا هي بتدفي بتبقى حلوه. هي خريفي في الوقت اللي زي ده، انا لسه مطلعها لهم، بيضغطوا بيها بتدفيهم حلوه يعني. بس ان شاء الله بعد كده هنطلع بقى يعني في الجو الساقع اللي جامد اللي جاي ده ان شاء الله هنطلع اللحفه بتاعتهم، هنفرش كل بقى ان شاء الله الفرش الشتوي، يعني كل حاجات الشتوي اللي احنا معينينها وكده هنفرشها ان شاء الله مع بعض.
هنا كده ظبطت، هظبط بقى السراير معاكم. وهنطبق البطاطين. قصدي ما قلتلكوا هي البطاطين دي خفيفه مش تقيله، خفيفه خالص. هنطبقها مع بعض ونحطهم. انا كنت جايباهم هما واللحافه طقم واحد، نفس الرسمه ونفس اللون، كانوا طقم واحد مع بعض. دول صيفي او خريفي يعني، واللحافه شتوي. بس هما نفس بعض ونفس الالوان يعني. اخر بقى حاجه هنعملها كده، هنلمع بقى اي خشب موجود عندنا هنلمعه. اي حاجه بقى محتاجه تلميع زي ما يعني زي يعني بالنظر كده، اي حاجه محتاجه ان هي تتلمع بنلمعها عشان نكون يعني عملنا الاوضه من كله. وهلمع برضو السراير. هو كده كده اصلا حتى الحيطان مش محتاجه ان هي يعني ان انا يعني ان انا اعملهم اغسلهم وكده، لا هم نضاف. بس برضو بيبقى عليهم اتربه من الاماكن اللي فوق، ما بتبقيش انتي طايلاها ان انتي تمسحيها او حاجه زي كده. انا كمان ما بسيبش بقع خالص على الحيط يعني، بالنظر وانا بنضف وانا برتب وانا بغير السراير وانا بعمل اي حاجه في الاوضه وانا بهويها الصبح كده. لو شفت اي حاجه على الحيط على طول بسبونج خفيف كده. ما بحبش ان انا اجيب، بشوف ناس ان هي تجيب سلك خشن وبتاع دوت ويبهدلوا بيه الحيط. لا الدهانات والحاجات دي ممكن تتبهدل منك، فانا ما بعملش كده خالص. انا سبونج خفيفه خالص من اللي هي وكمان مش من وشها اللي هو الخشن، لا اللي هو الوش العادي دوت. وبتنضف معايا على طول كلوريكس الوان وشويه ميه وكلوريكس الوان، وبتنضف معايا في وقتها. بحيث ان انا ما بسيبش البقعه اصلا تفضل مركزه على الحيط او ثابته على الحيط فتلزق بعد كده وتعذبني اما اجي انضفها. لا على طول ان شاء الله، على طول على طول انا ايدي فيها فبتتشال كده بقى يا حبيب قلبي. عملت كمان مسحت الدولاب او مسحت السراير من المكان ده برضو عشان كانت متطربه خالص. انا بعمل حته المسح دي يومين في الاسبوع 3 ايام في الاسبوع برضو حسب ما انا شايفه كانت محتاجه ان هي تتلمع وكده بلمعها برضو. وكمان باخد الباب معايا على طول عشان خاطر كل حاجه تبقى شكلها حلو يعني. وزي ما انتم شايفين ان اصلا الاوضه كلها بيضه، فهي مش بتعذبني قوي. انا طول ما انت بايدك في الحاجه ما بتعذبكيش في التنظيف. اما انت ركنتي الحاجه وكده اكيد اكيد لازم تعذبك. لا بس انا على طول الحمد لله يعني ايدي في الحاجه، فعلى طول المكان نظيف يعني. وبالذات اللون الابيض دوت صعب جدا في تنظيفه، مش صعب يعني ان هو صعب انك لو سبتيه، يعني لو سبتيه حاجه فيه يعني العفار وكلام من دوت او الحيط سبتي عليه البقع وكده هيبقى صعب قوي ان انت تنضفيه. بس هو بيتوسخ بسرعه قوي وبينضف بسرعه قوي وبيبان عليه النظافه وبيبقى شكله حلو. كمان خدت البلكونه عشان كان شكلها برضو مش كويس كده. حبيب قلبي بوريك شكل الاوضه بعد ما خلصت معايا. يا ريت لو وصلتي لاخر الفيديو ما تنسينيش من اللايك والكومنت الحلو. ويا ريت لو اول مره تشوفي القناه ما تنسيش تشتركي فيها من الزرار الاحمر تحت الفيديو وتفعلي زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو ان شاء الله يوصل لكم. وان شاء الله مع السلامه حبيب قلبي، وفيديو جديد هنتقابل في فيديو جديد ان شاء الله.